مونتياغو فجأة يدس حليم ويدمر مسيرته في 3 دقائق. السلامة ده عدى وفات، خليكم في بودكاستاتكم، عدادي الأغلى في عدادكم. قال عداده أغلى من عدادنا يا طولي مجنون. زي ما شايفين مونتياغو نزل بأقوى ديستراك بعنوان ديس نوت، يدس فيه حليم ويطلع فيه كل الحاجات اللي هو داير يقولها. قبل ندخل في الموضوع يا شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس عشان نكون كتر، وخلونا ندخل نشوف أقوى ديستراك من مونتياغو، يعتبر أول ديستراك يوجه مباشرة في قلب حليم. ويلا خلونا نخش في الموضوع على طول. كنت الأوجا فليكس كنت برود عشان انا ما زيك يا مان، انا بعمل هيستوري، انا بعمل ارت، انت بتعمل حركاتي. باختصار مونتياغو هنا يا جماعه بحاول يبين انه هو عظيم، وبقول لي حليم تاج السر انا ما كنت برد لانه كنت بصنع في تاريخ، كنت بصنع في عظمه وانت بتصنع في حركات. الو معاك اولاد اللوقا فلين الشارع يا برو، قاعد عديس اونو دو تريس صاحي من الموت. الو معاك اولاد اللوقا فلين الشارع يا برو. مونتياغو داخل بشغل مختلف، بوجه كلام لحليم مباشره. والله يا جماعه حتشوفوا شغل من الموت. ادي اسمه في الديس نوت يا زريبه يا جوجوت، نزلت بيف ده داونلود بالنسبه لي كاتم صوت. طبعا ياغو هنا بقول لي حليم خدت اسمك في الديس نوت، يعني خدت اسمك في مذكره الموتى، وبالنسبه لك انا الياغو انا ذا جوت. بيقول لي يعني انا الاعظم في كل العصور. تلقى الاولى وكل حاجه لا شهود، حفله جده ما يتخارج، حفله جده كان مطرود، زيرو اي كيو من 3 اندر شوز. الياغو هنا بوجه رساله لحليم بعد ما قال خدت اسمه في الديس نوت اللي هو عنوان التراك. هنا بقول لي حليم انه حفله جده ما تخارجت براك، حفله جده كان مطرود. زي ما عارفين حليم كان قطع الحفله وقالوا حصلت بعض الاحداث، فهنا المونتياغو برسل رساله مباشره وبقول انه حليم كان مطرود. تلقى التاني جايه مره بيصور نتك، وقعت بيف مع ياغو بيصور نتك، كان قعدت سايله وكان زمان بيصور نتك، كان قعدت سايله وكان زمان. بليا الشغل ده الياغو جاي بشغل مختلف، جاي بزعل شديد. سكران جدعت صورة الشهيد وشلتك، بس كله زيت بس الحسنة في الملعون. زي ما عارفين موضوع الحفلة وموضوع الفنيلة، هي أنا أحكي لكم ليه. شوفوا قال عداده أغلى من عدادنا يا طولي مجنون. طبعا أغرب رد مونتياغو هنا هو كان رد لتراك مولتوف حق حليم تاج السر. عالسلامة ده عدى وفات، خليكم في بودكاستاتكم، عدادي الأغلى في عدادكم. قال عداده أغلى من عدادنا يا طولي مجنون. بليا والله حليم ده أنا ما أعرف يلقاها من وين، يلقاها من تودوب في ماجستيك، ولا يلقاها من سولجا في تسجيل خروج، ولا يلقاها من مونتياغو في الديس نوت. شغل مختلف. فيك فيوز ما بتجيب 90 كيف، فيك مزيكا فيك سلام عليكم بقوم بيه. الياغو هنا بقول انه كل الحاجات اللي بيعملها حليم فيك، فيك في المزيكا وفيك في الفيوز وفيك في اي حاجه، يعني حاجاته كلها غير حقيقيه. بيف كيف مع واحد مزيكته مسروقه، دي جعله بتاع ديشك، دي جعله طلعوا كذوبه يا ابو الدسيا دس حليم ودس دي جعله. قال لي بيف كيف مع واحد مزيكته مسروقه، بانه دي جعله بيسرق المزيكا وبيجي ببرمجها على تراكات حليم. فده كلام موجه مباشر من مونتياغو لحليم. اصليين نحن بروسكا ولاد كوبا يا ود ليبيا، عشانك اكفر بالعرب والعروبه يا. طبعا انتوا عارفين انه حليم تاج السر مقيم في ليبيا وعايش في ليبيا، وهو يعتبر من سكان ليبيا. شفته فيديو لابس طرحه جاحه بيشتغل الستوريز، ما ردينا في دبي سفحناه وقام كوري. ياغو بقول انه لاقى حليم تاج السر في دبي وما ردوا عليه وقام كورك زي ما شايفين في تراك مولتوف. تاريخك كله حيتلخص في هبته، كانت رايحه للسين قمت جبتها. قال لي تاريخك كله حيتلخص في هبته. هبته هو البوم من الالبومات اللي انتجها حليم تاج السر مؤخرا، كان يعتبر من الالبومات الحليم كان مبسوط منها شديد. بدسوا ليكم ببدله وكرفتك كان قال حته ما كذبت شوف على ستة نازل جامد جدا وبستة والسلاسل فضه. انت شوف على ستة كان تقتل لما جبنا العده. طبعا الكلام ده هنا مونتياغو كان قاصد به حليم تاج السر بصوره مباشره. الصحبه ذاتها معاك ضلاله، بعت اصحاب قلبت تجاره، يا جعان شف قال للمندي. قال الصحبه معاك ضلاله، لا يا اخ ما قادر اصدق استحاله. زي ما شايفين انه اغلب الدسات كانت ردود لتراك مولتوف. اضافه لذلك مونتياغو جا لابس بمبي لانه حليم قال له بقى لك بمبي، تاني تجي جنبي بقى لك بمبي، وبقى يتنمر فيه. بقى لك بمبي وتيجي تاني جنبي، بقى لك حنظل تيجي تتشنقل. تنزلوا الشارع بصطادكم ساكن الشارع الورانا، مضفت تراير لك بفجر في التودانا. تنزلوا في الشارع بصطادكم عامل حفله في نص استادكم، ما بفرسكم من صحباتكم. الحاجات دي انت بتعرف، انت بتكوبي مزيكا، انت كافر فنيين وقعدت معاصي موسيقيين. اخر حاجه مونتياغو بيقول لي حليم انت بتكوبي مزيكا، يعني انت بتسرق حقوق ملكيه فكريه بتاعت مزيكه ناس تانيين وتعدل عليها. حرك بيعمل حفونه
رايكم شنو في الديستراك ديس نوت لو وصلتوا معي لغايه هنا؟ ورينا رايكم في الكومنتات. التراك كان ظابط والديس كان ظريف جميل جدا، فرق للناس وروق للناس. مونتياغو ظهر لنا باقوى ديستراك، يعتبر اول ديس ينزله مونتياغو، ديس صريح، تراك كامل عباره عن ديس لحليم تاج 3، يعتبر من عمالقه الراب السوداني. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ولا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس عشان نكون كتار. وشكرا لدعمكم في كل اللحظات اللي فاتت، وانا سعيد بكم شديد جدا. ما تنسوا اكتبوا لي رايكم في الكومنتات وعايزين نتكلم عن شنو، وشكرا لكم.